حبيبتي اليوم غادي نصايب معاك هاد كيكه ديال البرتقال كتجيب لينا. ما يمكنش انا صايبتها وانت لا، خاصك ضروري تجربيها. اول حاجه جبت هاد الاناء باش نخلط. عندنا في المقادير كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الليمون وثلاثه ديال البيضات وجوج خمارات بيض وجوج خمارات حمر، معلقه كبيره ديال الكوك ومعلقه كبيره ديال السميده. هادو هما اللي كيجيبوا لينا الكيكه ديالنا هشيشه ومفشفشه. بسم الله نديرو سنيده ديالنا هي الاولى، ومن موراها نزيدو البيض ونحركهم مع بعضياتهم، وغادي نزيد عليهم جوج فانيات ونزيد عليهم حتى الزيت والليمون، وغادي نطحنهم بالطحانه حيت هذا الخلاط ما كيخلطش ليا مزيان. صافي دابا ملي طحنوا غادي نزيد عليهم السميده والكوك، غادي نخلطهم غير شويه ونبدا نزيد عليهم الطحين. غادي نزيدو غير بشويه. خاص الخليط ديالنا ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. هنا غادي نوريكم كيفاش غادي يكون. دابا غادي ندير جوج خمارات حمر ونزيد عليهم تقريبا واحد معلقه ديال الخل. دابا غادي نخلطوا هادشي مع بعضياتهم، وهنايا كيبان لي الخليط باقي خفيف. غادي نزيد واحد شويه ديال الطحين. صافي خاصو يكون على هاد الشكل. دهنت المول بالزبده وغادي نخوي فيه الخليط ديالنا. درت هاد المقله حيت المول خفيف دغيا كيخطف الكيكه. ها الكيكه ديالنا طابت وها هي حيدناها من المول كتجي مفشفشه. دابا ندوزو نصايبو الكريمه ديالنا. غادي نحتاجو فيها العصير ديال البرتقال ومعلقه ديال كريم باتيسري ومعلقه كبيره ديال سنيده. غادي نديرو الكريمه مع سنيده ونخلطوهم شويه عاد نزيدو عليهم العصير. صافي ونردوهم يطيبوا فوق البوطه. صافي من لو وجدت الكريم غادي نخويوها فوق الكيكه ديالنا. ها انا زوقتها ونديرها في الثلاجه تبرد. ها الكيكه ديالنا بردات وغادي نقطعها معاكم وشوفوا الشكل ديالها كيفاش جات واعره يا البنات. وما تنساش اختي ديري لي ابوني وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم باش حتى هما ينوضوا يديروا الكيكه كي بحالي. ايوا اختي دوزي بخير.